ممكن يحصل لخبطة سواء من جهة العميل أو من جهة المصمم نفسه أو من جهة شركة الدعاية أو من جهة المطبعة لمجرد بس عدم الدراية أو المعرفة الكاملة بطبيعة المنتج ده. فتلاقي مثلا عميل يجي يقول لك أنا عايز أعمل فلاير وهو دماغه في بروشور، أو العكس. بل أحيانا المصمم نفسه بيكون عنده المشكلة دي. ساعات يجي العميل يكلمه صح والمصمم نفسه يكون هو اللي عنده المشكلة ومش فاهم الفرق ما بين الفلاير أو البروشور، وبالتالي ده بيؤدي في النهاية لحدوث كوارث. تعال نبدأ نتكلم عن الفلايرز. الفلاير هو من أشهر المطبوعات الدعائية اللي بيستخدمها أصحاب الشركات والمصانع أو العملاء بشكل عام عشان يعززوا من عمليات التسويق للمنتجات بتاعتهم أو البراندات بتاعتهم، وده بسبب إن تكلفته بتبقى بسيطة جدا، كمان حجمه بيبقى صغير جدا، وبالتالي أقدر أعمل منه كميات كبيرة جدا وبتكلفة بسيطة جدا. وقلت إن الفلاير نفسه ليه اكسبريشنز كتير بيستخدمها المصممين أو العملاء وبيحصل لخبطة فيها، زي الليفلت وزي الهاند بيل وزي الهاند اوت وزي السيركولر وزي الانسيرت. وده الحقيقه لان هم كلهم بيشتركوا في صفه مهمه جدا، وهي انهم عباره عن ورقه مطبوعه غير مطويه ولا حتى طيه واحده، في حين ان البروشور او البامفلت هو منتج طباعي مطوي على الاقل طيه واحده. وده يمكن الفرق الجوهري ما بين الاثنين، ما بين الفلايرز والبروشورز. الفلاير من مسماه كده هو عباره عن ورقه طائره، ده لو ترجمناها طبعا ترجمة حرفية. الورقة دي أو المطبوع ده بيبقى مستطيل، والمستطيل ده ممكن يبدأ حجمه أو مقاسه من أول 3.5 في 8.5 بوصة معاك لغاية 11 في 17 بوصة. والمقاس الأشهر للفلاير هو 8.5 بوصة في 11 بوصة، اللي هو مقاس بنسميه الليتر. ده مقاس أمريكاني بالمناسبة، وعشان كده تلاقيني بستخدم وحدة القياس اللي هي البوصة. الفلاير اللي انت بتشوفه لما تيجي تسوق عربيتك تلاقي واحد كده راح رامي ورقه من شباك العربيه جت في عينك، زي ما بتعمل مطاعم حضرموت مثلا، بيبقى مقاسه كده يعني حوالي نص كف ايدك. معاك بقى لغايه ما يوصل المقاس الاشهر اللي هو الليتر زي ما انا قلت من شويه، او المتعارف عليه ما بيننا احنا كمصريين او كعرب اللي هو مقاس مثلا الاي 4. المهم وانت بتختار المقاس اختار مقاس سهل تداوله، سهل العميل يتعامل معاه. كمان من الحاجات اللي بتخلي تكلفة الفلايرز بسيطة إنها في الغالب بتطبع على وجه واحد، وكتير بتطبع لون واحد. كمان من العناصر اللي بتخلي الفلايرز أسعارها منخفضة هي إن إحنا مش بنبقى مضطرين إن إحنا نطبعها على ورق سميك، لا بنطبعها على ورق خفيف جدا. وده بسبب ان جرت العاده ان لما بيجي يتم توزيع الفلايرز على المواطنين بتلاقي المواطنين اوتوماتيكلي بيروحوا رامينه في الشارع كده كانه حاجه كده ورقه ملهاش اي قيمه، وتلاقي على الارض يعني مئات من الورق ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان العميل مش مهتم يعرف المحتوى اللي في الفلاير ده، او حتى يكون بص عليه بصه سريعه كده ولقى ان المحتوى ممكن ما يفيدوش او مش من اهتماماته فراح رامي الفلاير. وبالتالي تلاقي المصنع او صاحب الشركه او العميل ما بيرضاش يكلف قوي الفلاير اكتر من اللازم بسبب ثقافة الناس في التعامل مع المنتج الطباعي ده. وعشان كده يجي دورنا احنا كمصممين ان احنا نصمم فلاير نجبر بيه الناس دي او نجبر بيه المواطنين ان هم يتنحوا اول ما يمسكوا الفلاير. ازاي؟ انه يبقى كالرفول، في الوان جذابة تشد العين، وفي نفس الوقت يكون ليه تأثير بصري قوي جدا، ويكون محتواه جذاب وقوي جدا خصوصا لو كان حجمه صغير. يعني يكون مكتوب بشكل محترف وجذاب جدا عشان العميل المحتمل ده اللي انا بخاطبه كمصنع او كصاحب شركه يقدر من خلال مجموعه السطور البسيطه دي اني اوصل له المعلومه اللي عايز اوصلها له بسرعه وبقوه. فمن خلال التصميم اللي انا بصممه كمصمم والمحتوى اللي بكتبه جوه الفلاير اقدر ان انا اجبر المواطن او العميل اللي بوزع عليه الفلاير ده انه يقراه كله وبسرعه، واوصل له المعلومه اللي عايز اوصلها له او اللي صاحب المصنع او الشركه عايز يوصلها له بطريقه جذابه واحترافيه. وبكده انت هتلاحظ نوعين من اصحاب المصانع او الشركات او المعلنين. نوع مش عايز يصرف فلوس كتير ويكلف، فهتلاقي النوع ده بيستخدم احجام صغيره من الفلايرز بيطبع على وجه واحد، احيانا بلون واحد او اتنين على الاكثر. ونوع تاني لا، عنده ثقافه ان انا محتاج جدا ان المواطن يقرا كل التفصيله موجوده جوه الفلاير، انا مش عايز يرميه في الشارع. هتلاقي عامل حاجه ملونه بالوان كتير جدا، وهتلاقيه احيانا كمان بيطبع على وجهين وعلى مقاسات اكبر شويه. تعال اوريكم شويه امثله. عندي مثلا الفلاير ده فلاير مطبوع واحد لون او اتنين لون، ولو جيت بصيت في الظهر هتلاقيه ابيض مش مطبوع فيه حاجه. الورق بتاعه خفيف جدا، حجمه وسط، لا هو كبير ولا هو صغير، فهتلاقيه رخيص جدا. عندي كمان مثال لفلاير مطبوع 4 لون،
لكن ظهره برضو ابيض. يعني هو ده فلاير زي ما قال الكتاب، يعني بيبقى وجه واحد وظهره بيبقى ابيض مش مطبوع فيه. لكن في ناس ممكن تطبع على الوجهين 4 لون، ده بيكلف شويه والورق هتلاقيه اتقل. يعني لو جيت قارنت هتلاقي الورق ده اتقل من حتى الورق ده. طبعا سامعين الصوت الفرق ما بين الاثنين، برضه ده خفيف اهو غير ده خالص، دي قوي. طبعا واضح الفرق ما بين الاثنين. وهتلاقي كمان مقاس كبير زي الاي 4 ده برضو مطبوع على الوشين، ده مطبوع 4 لون برضو. فهتلاقي فيه الحقيقة عوامل كتير بتتحكم في قرار العميل أو صاحب الشركة أو المصنع لمقاس الفلاير بتاعه، أو إذا كان هيطبعه وش واحد أو وشين، هيطبعه 1 لون أو أكتر، المحتوى بتاعه كتير محتاج حجم أكبر ولا قليل محتاج حجم صغير. كمان في أصحاب شركات بيحبوا يدفعوا شوية في الفلايرات ويكلفوها، وبيجبروا أحيانا العميل إنه يحتفظ بيها. زي مثلا في شركة زي شركة جنة مثلا، شركة جنة لاندسكيب، دي شركة عاملة مثلا شكل غير تقليدي للفلاير بتاعها. هو عادي ورقة اهي مش مطوية برضو زي ما حضراتكم شايفين. هنا معمول سبوت يو في، مش عارف حضراتكم شايفين اللمعة او لا. مطبوع 4 لون وش وظهر، معمول فورمة. فطبعا هنا العميل دافع كتير، وطبعا عامل كمية محترمة. طبعا هنا صاحب الشركة مجبر انه يكلف الفلاير بتاعه لانه بيخاطب فئة عملاء مستواهم عالي شوية. فتلاقي دايما العميل مثلا بتاع شركات لاندسكيب يا اما قرية سياحية يا اما اصحاب فيلل قصور. كمان في حد يعمل على خامات مختلفة شوية، تلاقي مثلا خامة زي كانسون او فبريانو سميكة زي ما حضراتكم سامعين. كمان بيبقى عليها كفراج اللي هو البروز ده، وبصمة ذهبي او فضي او اي الوان تانية. طبعا ده مكلف برضه جدا، وده لما بيبقى قاصد العميل او صاحب الشركة انه يخلي المواطن يحتفظ بالفلاير بتاعه. طبعا حضراتكم عارفين ان الفلايرات دي بتتوزع في الشارع خصوصا في المناطق الشعبيه، وكمان بتتوزع في المعارض لما تحب الشركات العارضه لمنتجاتها انها توزع على زوار المعرض الفلايرات الخاصه بيهم كوسيله من وسائل الدعايه للتسويق لمنتجاتهم او للبراند بتاعهم. اللي بيشبه الفلاير كمصطلح في كل المواصفات اللي اتكلمنا عنها من حجم وشكل وطبيعه انتاج هو الهاند بيل او الهاند اوت. يعني ممكن تلاقي عميل اجنبي يقول لك مثلا هاند بيل، وممكن يقول لك هاند اوت. هنا كأنه قال لك فلاير بالظبط. مفيش تقريبا فرق ما بين الثري اكسبريشنز. كمان ممكن نضم ليها الانسيرتس، ولكن الانسيرتس اللي بيميزها عن الفلاير ان هي بيتم ادراجها داخل مجلات والجرايد اللي بتشتريها الناس. يعني مش بتوزع كده يدا بيد على الناس زي الفلايرز او الهاند بيلز او الهاند اوتس، لا، دور النشر او المطابع بتدرج الفلايرات دي داخل المجلات او الجرايد بحيث لما يجي حد يشتريها يلاقيها جواها. هنا بيتغير المسمى من فلاير لإنسيرت. ولو كان الفلاير ده بيتم إنتاجه بشكل دوري أسبوعيا شهريا، حتى لو كان المحتوى مختلف، ساعتها بنطلق عليه اسم سيركيولر. نيجي بقى نتكلم على الليفلت اللي هو أكتر منتج الناس بتتلخبط فيه ما بينه وبين الفلاير، إلا إن البعض بيميل إلى فكرة إن لو كان الفلاير هيعيش لمدة أطول العميل هيحتفظ بيه ويستخدمه ويرجع له بين الحين والآخر ويبص فيه ويرجع يشيله في الدرج بتاعه أو في مكتبه تاني مثلا، ساعتها بنقول عليه ليفلت. يبقى هو ده الفرق الأساسي ما بين الليفلت والفلاير، إن المحتوى بتاع الليفلت محتوى ممكن العميل يرجع له بين الحين والآخر، وبالتالي بيعيش لفترة أطول، ما بيرموهوش المواطن في الشارع كده زي الفلاير. وعشان كده في الغالب بيتم طباعته على خامات أفضل، ورق أتقل، الفينيشنج بتاعه يكون أعلى، زي مثلا الفلاير اللي أنا وريته لحضراتكم من شوية اللي هو بتاع شركة جانا ده أنا أقدر أقول عليه ليفلت، لأن صاحب الشركة دي كان الحقيقة متارجت إن العميل ما يرميهوش في الشارع وإنه يحتفظ بيه في مكتبه ويرجع له وقت ما يعوز. عشان كده دايما تلاقي الليفلتس بتبقى لعملاء استثنائيين، عملاء معينين مستهدفين، مش اي عميل كده وخلاص، مش زي الفلاير اقف اوزع على اي حد ماشي في الشارع. لا، الليفلت انا عارف انا بديه لمين، انا بديه لحد انا عارف ان هو هيستخدمه. وعشان كده برضه في الغالب مش بيتم توزيعه في الشوارع، مثلا تلاقيه مثلا داخل مطعم، داخل محل تجاري، عشان ابقى متاكد ان المواطن بنسبه كبيره هيرجع له مره تانية. واكيد ده طبعا يخلي بالتالي المحتوى مختلف.
فمثلا هتلاقي الفلايرات محتواها يخص ايفنت معين، ايفنت ليه ميعاد معين وهيخلص، زي افتتاح محل مثلا او معرض او في اوكازيون من فتره كذا لفتره كذا. اما الليفلت لا، الليفلت ما ينفعش يبقى محتواه مرتبط بوقت معين، بالعكس احنا عايزين الليفلت محتواه يعيش لفتره كبيره زي ما انا قلت من شويه، بحيث يتم الرجوع ليه بين الحين والاخر. زي مثلا ان يكون محتوي على مواصفات منتج معين او تعليمات وقائيه زي ما حصل مع الفلايرات او الليفلتس اللي كانت بتنتجها وزاره الصحه. هنا المحتوى مش مرتبط بوقت معين، بل بالعكس هو محتوى مفيد جدا واقدر ارجع له بين الحين والاخر. الفئة التانية اللي عايز اتكلم عليها هي فئة البروشور والبامفلت. ليه بقول بروشور وبامفلت؟ لان برضو المنتجين دول بيحصل بينهم لخبطة طول الوقت، فكتير بقول على البروشور بامفلت او العكس. وده لان برضو المنتجين دول تحديدا بيشتركوا في ان هم بيتم طيهم طية واحدة او اكتر، وده اهم ما يميزهم عن المنتجات اللي كنت بتكلم عليها من شوية، اللي هي الفلايرز والليفلتس والسيركولرز والانسيرتس الى اخره. واللي بيشتركوا في ان هم ما بيتمش طيهم ولا حتى طية واحدة. وعلى عكس المنتجات دي كمان تلاقي البروشورات بيتم توزيعها على العملاء المهتمين انهم يعرفوا معلومات وتفاصيل اكتر عن المنتج اللي بتقوم الشركه بالترويج ليه. وعشان كده في الغالب هتلاقي البروشورات بيتم توزيعها يدا بيد داخل المعارض التجاريه او اجتماعات الشركات، وممكن كمان تلاقيها بتستخدم كمنيوهات في المطاعم الى اخره. وعشان كده تلاقي فريق التسويق الخاص بالشركه بيحبها اكتر من المطبوعات التانيه وبيميل ليها اكتر، لانها بتعزز من عمليه البيع اكتر من خلال انها بتوصل معلومات اكتر عن العلامه التجاريه او البراند بتاعك. وعشان كده دايما هتلاقي اختلاف ما بين الفلايرز والبروشورز، سواء كان في الحجم او في الشكل او الوظيفه او التكلفه او حتى طبيعه المحتوى لكل واحد فيهم. فمثلا هتلاقي الفلايرات ليها نفس وظائف البروشورات باعتبارها أداة دعائية تسويقية بتمد العميل بالمعلومات، ولكن طبعا بكمية أقل. أما البروشور هتلاقيه بيحتوي على معلومات دعائية متنوعة ومفصلة عن المنتج أو الخدمة اللي بتقدمها الشركة دي، وعشان كده تلاقي معظم أصحاب الشركات بيفضلوه عن الفلاير. برضو من الفروق المهمة جدا إن البروشور بيتم طباعته على الوجهين، مفيش حاجة اسمها بروشور بيتم طباعته على وجه واحد، لازم يطبع على الوجهين، وبيبدأ من مقاس A5 اللي هو نص ال A4 وانت طالع بقى. كمان بيتم طي البروشور لجزئين او 3 او اكتر. هديك امثلة، مثلا بروشور زي ده، دي ورقة A4 مثلا ومطوية طيتين. كمان عندي بروشور، ده بروشور مطوي طية واحدة. ده بروشور مطوي أكتر من طية، 1 2 3 4 5 6 طيات، وطبعا حجمه مختلف. ده بروشور مطوي طية واحدة بس حجمه كبير، A4 مثلا A3 ومقسومة 2 أهو. ده بروشور مطوي طيتين بس برضو حجمه كبير أهو. فالحقيقة هنا عندنا تنوعات مختلفة للطيات بتعتمد على المحتوى اللي صاحب الشركة عايز انه يوصله للعميل بتاعه. وطبعا هتلاحظوا اختلاف الخامات واختلاف التشطيب اللي هو الفينيشنج بتاع كل مطبوع منهم. هتلاقي كمان ان في بعض البروشورات بيتم تجميعهم من اكتر من ورقة، يعني ممكن يبقى البروشور ده 2 بروشور مع بعض وبيتم تجميعهم بدبوس مثلا، زي مثلا حاجة زي كده. ده طبعا معمول بفورمة معينة. هتلاقي بروشور اهو عايز يحط معلومات اكتر بس هو ما يزيدش حجمه عن كده، فاضطر ان هو يعمله على ورقتين ويجمعهم بدبوس في النص. دي برضو احد تصنيفات البروشور. طبعا البروشور في الغالب بيتم طباعته على ورق سميك شوية، يعني هو ما يقلش عن 150 جرام معاك لغاية 350 جرام، والكومون او الاكثر شيوعا هو 300 و 350 جرام. وعشان كده تلاقي تكلفته عاليه، بيطبع على الوجهين، بيطبع 4 لون، الفينيشنج بتاعه بيبقى عالي، فتلاقي تكلفته عاليه. طبعا ده بالمقارنه بالفلايرز والليفلتس. هتلاقي كمان بعض اصحاب الشركات ما بيوزعوش الفلايرات دي فريلي او ببلاش زي الفلايرز او الليفلتس. بتلاقي دايما البروشور ده مع مندوب مبيعات مثلا او حد مندوب عن شركه معينه بيروح للعميل نفسه في مكانه، ويبقى في الغالب هينفذ معاه الديل.
يعني مش هيديهوله الا لما يكون متاكد او شبه متاكد ان هيتم الديل. وعشان كده دايما تلاقي البروشور ده مطبوع بجوده عاليه جدا وبالوان تظهر المنتج بشكل قوي جدا، وكمان بيتم تشطيبه او عمل فينيشنج ليه بخامات عاليه زي السلوفان سواء كان مط او لامع، او اضعف الايمان ان يكون التشطيب باحبار يو في. ومش عايزك تنسى الجزئيه النفسيه للعميل اللي ممكن ببساطه انه يقارن ما بين مطبوعاتك ومطبوعات الشركه المنافسه ليك. في عميل يقول لك المطبوعات دي نظيفه جدا، يعني يبتدي يربط جوده المطبوع وشكله واناقته بيك انت كصاحب شركه، واللي ممكن تكون اداه لحسم قراره مع مين هينفذ الديل، بس لانبهاره بشكل البروشور والاحساسه ان هو متكلف يعني وشكله حلو وجميل والشركه صارفه عليه كويس. جزء نفسي بحت، وعشان كده ما تتجاهلش كمصمم الحته دي وانك تنصح صاحب الشركه بيها لانه ممكن ما يكونش واخد باله منها. اما بقى لو جينا قارنا ما بين البروشور والبامفلت واللخبطه اللي دايما تحصل ما بينهم، انا عايز اقول لك ان الفرق الاساسي ما بين البروشور والبامفلت هو المحتوى بتاع كل واحد فيهم. فمثلا البروشور محتواه تجاري بحت، هتلاقيه بيبيع منتج او سلعه او حتى خدمه. اما البامفلت هتلاقي محتواه غير تجاري، مش بيبيع. الاتنين الاستراكشر بتاعهم واحد من حيث الخامات ومن حيث الشكل والحجم، اما المحتوى فهو مختلف. هتلاقي في الغالب مثلا البامفلت محتواه تعليمي، معلومات وقائية، معلومات لزيادة وعي لموضوع معين زي مثلا المعلومات الخاصة بفيروس كورونا وازاي ان احنا نقدر نقي نفسنا منه. وعشان كده هتلاحظ من الناحية التصميمية كمان ان البروشورات بتحتوي على صور اكتر من الكتابات، في حين ان البامفلتس العكس تماما، هتلاقيها بتحتوي على كتابات اكتر من الصور. في بقى بعض المصممين بيقول لك ان البامفلت بيطلق على البروشور اللي بيحتوي على طيات متعامده على بعضها. زي ايه؟ زي البروشور ده لو حضرتك جيت عملته كده مثلا وطويته الطيه دي، عملت كده كده اصبح بامفلت. دي فئه من المصممين بتقول كده، بتقول ان مجرد ما بقى عندي طيه عموديه على الطيات التانيه دي زي ما بيحصل مع الخرايط مثلا، هنا بنقول عليه بامفلت. لكن الحقيقه انا بميل اكتر لان الفرق اللي بينهم هو المحتوى بتاع كل واحد فيهم. عايز اقول كمان ان البروشور او بامفلت ليه طيات مختلفه. فمثلا عندي طيه اسمها الهاف فولد وساعات بيسموها الباي فولد، عندي كمان طيه اسمها التراي فولد، عندي كمان طيه اسمها الزد فولد او الزي فولد، وعندي كمان طيه اسمها الجيت فولد والدبل جيت فولد والدبل باراليل فولد والاكورديون فولد والرول فولد واخيرا الفرنش فولد. ومش عايز انسى في النهايه اقول ان البادجت بتاع العميل بتاعك بيتحكم كتير في اختياره للاداه التسويقيه او المنتج الطباعي اللي هيستخدمه كاداه تسويقيه لبيع منتجه او الخدمه اللي بيقدمها او البراند بتاعه. اتمنى يكون الموضوع عجبكم، ولو حد ليه اي تعليقات يتفضل يكتبها في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد عليه. اشوفكم على خير.